صلى على النبي. فيلمنا بيبدأ بكريس اللي بيكون رايح مقابلة شغل مهمة، ولكن الطريق كان واقف وده هيخليه ما يلحقش المقابلة، فبيضطر ان هو يرجع ويمشي من طريق تاني، ولكن كان حاسس ان هو هيتوه. فبيلاقي بنزيمة مهجورة فيها راجل عجوز، فبيسأله كريس عن لو في طريق يقدر يمشي فيه بديل الطريق ده، فبيقول له مفيش. فكريس بيروح يبص على الخريطة الموجودة هناك وبيلاقي ان في طريق تاني موجود هيوصله الشغل بسرعة، فبيقرر ان هو يمشي منه. وبنلاحظ ان الراجل العجوز ده عارف ان في خطر في الطريق ده لكنه ما بيتكلمش. المهم كريس وهو ماشي بيلاقي قدامه منعطفين، فبيختار المنعطف اللي على الشمال وبيمشي فيه لحد لما بيلاقي فيه حمار مقتول على السكة، فبيفضل يبص عليه وهو سايق بسرعة، وهوب بنلاقيه بيخبط في عربية تانية عطلانة. واصحابها كانوا عبارة عن 5 شباب جايين يقضوا رحلة صغيرة، ولكن هم في الطريق داسوا على سلك فارتك لهم الكاوتش وما معهمش كاوتش غيره، فبيقرروا كلهم يروحوا يدوروا على اي مساعدة في الغابة اللي هم فيها دي. والاتنين دول فضلوا علشان يحرسوا المكان. المهم ان الرجالة وهي ماشية لقوا ان في نار مولعة، وده معناه ان في حد موجود معاهم في الغابة، فبيكملوا مشي. وبنلاقي البنت اللي كانت مستنيه عند العربيه هي وحبيبها ما بتلاقيش حبيبها، فبتنزل تدور عليه وبتلاقي الجزمه بتاعته مرميه، فبتمشي شويه وبتلاقي ودنه مقطوعه ومرميه، وفجاه بتلاقي في حد ضخم لف حواليها سلك لحد ما قتلها. بنرجع تاني للرجاله اللي بيلاقوا هم ماشيين بيت معفن، فبيدخلوه وبيلاقوا منظره غريب جدا من جوه، ومليان سكاكين والات حاده ومفاتيح عربيات ونضارات وبرطمانات فيها اسنان بشريه وكبد وكلى بتاعت بني ادمين، وبيلاقوا سلك زي السلك اللي داسوا عليه بالعربيه. فبيقرروا ان هم يخرجوا من المكان ده بسرعه، ولكن في عربيه بتطب عليهم، فبيستخبوا كلهم في البيت. بعدها بيدخل واحد البيت وبيرمي السلك اللي معاه على الكنبه اللي بيكون مستخبي تحتها كريس وجيسي. وجيسي بتشوف صاحبتها ملفوف حواليها السلك وميته، فبتتخض بتحاول هي وكريس يمسكوا نفسهم بالعافيه ومطلعوش اي صوت. وكارلا وحبيبها كانوا مستخبين في الاوضه وشافوا من العين اللي في الباب واحد بيقطع في صاحبتهم بالسكينه. وبعد شويه بيكون الناس اللي دخلوا البيت ناموا، فبيحاول كريس وجيسي يخرجوا واحده واحده من تحت الكنبه علشان اللي نايم عليها ما يصحاش. وكمان كارلا وحبيبها بيخرجوا من الاوضه وبيشوفوا ترابيزه قدامهم فيها صاحبتهم وهي متقطعه حتت وشكلها كان مرعب جدا. فبيفتح كريس الباب وبيلاقي ان في سوسته بترد الباب تاني علشان تقفله. لازم حد يفضل ماسك السوسته دي علشان لو قفلت الباب هيعمل صوت. فبيمسك كريس السوسته دي بايده وبيخرج جيسي وبقيه زمايله. وفجاه بيلاقي واحد من الناس اللي نايمه دي صحي، وبنكتشف ان هو مش انسان عادي وانه خنزير بياكل اللحم البشري. فبيسيب كريس السوسته وبيجري هو وزمايله وبيطلعوا على منحدر فوق البيت، وبيشوفوا الخنازير ركبوا عربيتهم وخرجوا علشان يدوروا عليهم. وكارلا كانت هتموت من الرعب، فحبيبها سكوت بيطمنها انهم هيقدروا يخرجوا كلهم عايشين وهيتجوزوا. فبيكملوا طريقهم وبيلاقوا مكان واسع مليان عربيات لناس تانيين، وباين من شكلها انها بقالها فتره كبيره في المكان ده. وبيلاقوا عربيه الخنازير دول جايه عليهم، فبيستخبوا ورا العربيات وبينزلوا الخنازير من العربيه وبيمشوا ناحيتهم. فقرروا ان لازم واحد فيهم يجري في اي ناحيه علشان يعمل صوت علشان يلفت انتباههم ويجروا وراه وبقيه المجموعه تهرب. فكريس بيضحي وبيجري بسرعه وبينده عليهم، فواحد من الخنازير بيضرب عليه نار والطلقه بتيجي في رجله وبيقع، وبيروحوا الخنازير ناحيته علشان يقتلوه. فسكوت بيجري الناحيه التانيه وبيلفت انتباههم، وفعلا بيسيبوا كريس وبيروح ورا سكوت. وكارلا وجيسي راحوا لسكوت اللي ربط رجله بحزام وخدوه وراحوا عند عربيه الخنازير وركبوها ومشوا بيها. وبيلاقوا في طريقهم سكوت ولسه بيندهوا عليه علشان يركب معاهم، راح واحد من الخنازير ضرب عليه 3 أسهم في ظهره وموته. وبيهربوا بالعربيه وكارلا انهارت من العياط علشان حبيبها مات. حنينه يا كارلا والله، الحب ولع في الدوره فعلا. المهم العربيه وهم ماشيين بيها غرزت في الطين، فبينزلوا منها علشان يكملوا طريقهم مشي. وكريس بيدوس على فخ وكان هيقتله، ولكن ربنا ستر وبيلاقوا برج مراقبه، فبيطلعوا علشان يدوروا على اي راديو فوق علشان يطلبوا بيه المساعده. وهم فوق بيبصوا من الشباك وما بيلاقوش الطريق العمومي اللي جايين منه، وبيلاقوا المكان كله اخضر شجر في شجر، وبيلاقوا شنطه اسعافات اوليه. فجيسي بتربط الجرح لكريس، وبيلاقوا هناك راديو وبيحاولوا يطلبوا بيه المساعده، ولكن محدش رد. في الوقت ده ال3 خنازير كانوا بيدوروا عليهم، وفجاه في حد بيرد عليهم في الراديو بصوت عالي جدا، والخنازير سمعته وبيطلعوا لهم على السلم. فكريس بيجيب صندوق كبير وبيحطه فوق الباب علشان محدش يقدر يفتحه. وكارلا كانت بتتكلم مع الضابط في الراديو وتقول له انها مش عارفه هم فين اصلا، فبيقول لها انهم هيجوا لها بس يصبروا شويه. والخنازير ما بتعرفش تفتح الباب، فبيولعوا في البرج. فكارلا بتكسر الشباك الازاز وبتقرر انها تنط وتنتحر وتخلص من القرف ده كله، فبيمنعوها. وبعدها كريس بيبص تحت كده وبيقول لها انت عندك حق، احنا فعلا لازم ننط لان ده الحل الوحيد. وفعلا كريس بينط والمسافه كانت بعيده جدا لحد اما تشعبط الشجره، وبعدها كارلا بتنط هي كمان وبتتشعبط الشجره، وكمان جيسي بتنط. وكان في خنزير قزع طالع لهم على الشجره، فبيحاولوا يعدوا للشجره التانيه، ولكن كارلا خافت انها تعدي علشان ما تقعش. فالخنزير القزع بيجي من وراها وبيقطع راسها بالفاس، وكان رايح ناحيه جيسي وكريس. فكريس بيشد فرع الشجره جامد
وبعدها بيسيبه مرة واحدة، فبيتخبط في الخنزير القزع ده وبيطير من فوق الشجرة، وبعدها بيكملوا ماشي على الشجرة وبينزلوا وبيوصلوا للشلال وبيستخبوا ورا المية بتاعته جوه كهف صغير كده. وبتبدأ جيسي تحكي لكريس عن صحابها وقد هي زعلانة علشانهم، خصوصا انها هي السبب انهم يموتوا بالطريقه دي، لان جيسي الصبح جالها رساله من حبيبها انه مش عايز يكمل معاها. فجيسي زعلت وراحت لاصحابها وحكت لهم عن اللي حصل، ولانهم بيحبوها قرروا يفسحوها علشان تخرج من اللي هي فيه. وبعدها حصل اللي حصل، فكريس بيقول لها ان ده نصيب وقدر ومكتوب، وبياخدها في حضنه وبينام لتاني يوم. والصبح بيكملوا مشي لحد لما بيشوف الطريق العمومي، ولكن في خنزير بيحدف عليهم فاس، فبيحاول كريس يضربه لكنه بيوقعه من على المنحدر وبياخد جيسي وبيمشي. فكريس بيلاقي عربيه شرطه جايه عليه فبيوقفها، والظابط اللي فيها بيقول له انهم تتبعوا المكان اللي كلموهم منه وانهم جوه علشان يساعدوهم. فكريس بيحكي لها على كل اللي حصل بالظبط، ولكن ملحقش يكمل كلامه لان في خنزير ضرب الظابط بسهم في عينه وقتله. والخنزير ده بيجي ويدور على كريس حوالين العربيه وما بيلاقيهوش لان كريس مستخبي بين الشجر. فبياخد الظابط في شنطه العربيه وبيركب العربيه وبيمشي، ولكن قبل ما يمشي كريس بينزل تحت العربيه وبيمسك فيها من تحت وبيوصل الخنزير للبيت. وكريس بينزل من تحت العربيه وبنلاقي جيسي في البيت وهي متربطه والخنازير هيقطعوها، لكن كريس بيولع لهم في الشباك فبيبصوا على النار. هوب بيلاقوا كريس دخل بالعربيه وداس واحد فيهم ورمى ازازه مولوتوف على واحد تاني منهم لكنه ما بتاثرش فيه. فكريس جاب مفتاح من العربيه وراح راشقه في بطنه كذا مره لحد لما مات. وكان بيفك ايد جيسي لكنه ملحقش لان الخنزير اللي داس عليه بالعربيه كان لسه عايش وبيزق لبعيد وكان هيقتله. فجيسي فكت ايدها التانيه وضربته بالسهم في دماغه ومات. والخنزير القزع بيجي فكريس بيشنقه لانه قزع والموضوع سهل، وجيسي بتضربه بالفاس في راسه. المهم بيمسك كريس البندقيه وبيلاقي الثلاث خنازير لسه بيتحركوا والبندقيه بيكون فيها طلقه واحده، فبيشغل دماغه وبيخرج بره وبيضرب الطلقه دي في تانك البنزين بتاع العربيه اللي دخل بيها جوه، والعربيه انفجرت بالبيت كله. بعدها بياخدوا العربيه بتاعت الخنازير وبيمشوا وبيروحوا البنزينه، والراجل العجوز بيشوفهم فبيستخبى جوه وهو خايف لانه فاكر ان الخنازير هم اللي جوه العربيه مش كريس وجيسي. لكنه بيتصدم اما بيشوف كريس نازل من العربيه وبياخد الخريطه وبيركب العربيه هو وجيسي وبيمشوا. المهم ان بعد ما البيت ولع بنلاقي فيه الخنزير القزع لسه عايش وبيتحرك. وكده يكون الجزء الاول خلص. لايك للفيلم لو عجبك، واكتب لنا في الكومنتات لو عايز باقي الاجزاء، عاوز افلام او مسلسلات عن ايه. وما تنساش تشترك معانا في القناه علشان تشوف كل ملخصاتنا الجديده. وصل عن